مقاتلون من حماة انضووا تحت كتيبة الناصر صلاح الدين ترابط هنا على بعد أمتار من طريق مطار دمشق الدولي الذي أعلن مؤخرا منطقة عسكرية لتفادي سقوط قتلى في صفوف المدنيين كما يقول الجيش الحر. استعدادات لضرب دبابة، لحظات من التوتر والقلق في انتظار الهدف، تسبق استخدام الأسلحة الخفيفة. بينما الراصد في الأمام قد زرع ألغاما كهذه حول منطقته منعا لتسلل مشاة ودبابات الجيش النظامي. نحن كتيبة الناصر صلاح الدين عم نعمل على قطع طريق مطار دمشق الدولي. امبارح ضربنا 3 باصات وسيارتين وعطبنا دبابة، واليوم مثل ما شفت هلا اشتباكات يومية. بدنا نقطع الامدادات كاملة عن عصابات الأسد. قذيفة تسقط بالقرب منا، يهيم المدنيون على وجوههم، فمن ينجو من القذائف المدفعية ثمة قذائف جوية تنتظره. الخراب والدمار هنا في شعبة وغيرها من المناطق المحيطة بمطار دمشق. أبو علي أحد القلائل الباقين هنا يتفقد حارته. نحن مستعدين نضحي لآخر نفس ضد هالطاغية، انضرب كيماوي وانضرب نووي وانضرب، نحن ما مخلص منا ثورة حتى النصر، نحن ما بنتركه بإذن الله. لم يبق هنا إلا هذه الحيوانات التي هدها الجوع بعد أن رحل من كان يدع لها شيئا تقتات عليه. في شبعة يحرص أهلها على أن يقودوك إلى هذه المقبرة ليؤكدوا لك أن طيران النظام السوري لم يوفر حيا ولا ميتا. أحمد زيدان، الجزيرة، شبعة، الغوطة الشرقية.